السلام عليكم، رمضان كريم للجميع. المهم الأرنبة ديالنا الحمد لله راه كتجمع عاوتاني العش. المهم القنية ما شاء الله بانت ليا كتجمع عاوتاني العش، وبغينا نشاركو معكم هاد الفيديو هذا. هادو هما العلامات قرب ولادة يعني القنية، إلا قريبة تولد القنية هادو هما العلامات. هذه هي العلامة اللي كتكون عند الأرنبة أو القنية ملي كتكون قريبة تولد. ما شاء الله. قلنا الإخوان بالنسبة للقرب ملي كتكون قريبة الأرنبة تولد، أو كيف كنقولو حنا بالمغربية ديالنا القنية ملي كتكون قريبة تولد. هاد العلامات اللي كيكون عندها ملي كتكون كتجمع العش، كيف كيبان لكم حطيت ليها التبن. هاد التبن كتجمعو باش دير به يعني العش ديالها باش ان شاء الله تولد لينا. يعني كتكون ملي كتكون كتجمع العش ديالها كتكون واحد 4 ايام ولا 5 ايام حتى 6 ايام. المهم كتولد هذيك المدة اللي كتكون وكتولد ما شاء الله. المهم الاخوان هادو هما الولاد ديالها الاولين والثانيين، الولادة الاولى والثانية. الولادة الاولى عطاتنا واحد 2 الارانب، الوالدة الثانية عطاتنا ما شاء الله 4، مات واحد بقاو لينا 3. الله يجعل البركة الإخوان. بالنسبة الإخوان يعني ملي كتكون قريبة كاع قريبة كتبان لك كتنتف يعني في الشعر ديالها. هذيك هي يعني باقي لها تقريبا واحد 24 ساعة ولا 48 ساعة باش يعني تولد. يعني العلامة الثانية هي ملي كتكون كتبان لك القنية ديالك كتنبش شعرها وكتفرشو وكدير به حتى هو العش، كتزيدو العش، كتعرف بأن الأرنبة ديالك راه قريبة تولد. يعني واحد 24 ساعة حتى 48 ساعة ما كتفوتهمش كتولد لينا بهاد العلامة الثانية. العلامة الأولى ملي كتبدا كتجمع الإخوان العش راه كتضرب واحد السيمانة تقريبا عاد كتولد. والعلامة الثانية ملي كتنتف في شعرها يعني كتكون قريبة تولد، يعني ما بقاش ليها بزاف، وملي كتولد كتغطي ولادها بداك الشعر ديالها، كتنتف شعرها وكدير الإخوان الشعر ديالها كتغطي بها ولادها. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وتوضع علينا شي لايك لهذا الفيديو لما تبارطاجيوه مع الأصدقاء ديالكم، وكنشكركم وكنتمنى لكم شهر رمضان مبارك.